مش عايز اصدمك بس سكواد سيراميكا تقيل قوي وعلي ماهر مدرب ممتاز. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش على النبي، صلى على النبي واحد الله. ولو بتتفرج على الفيديو ده في وقت صلاة وروح صلي، بعد كده ارجع اتفرج على الفيديو. كلامنا النهارده عن ماتش سيراميكا وهنلعب ازاي. طبعا تخطينا خلاص الماتش بتاع نهائي الكونفدرالية، قدر الله ما شاء فعل وخيرها في غيرها. الكونفدرالية عايزين نصارح نفسنا، الكونفدرالية كبطولة هي فلوس، احنا كنا عايزينها، محتاجين الفلوس بتاعتها. لكن كأهمية الدوري أهم بكتير. ف... فما نخسرش البطولة الأهم علشان يعني هتشل. احنا نركز عشان الدوري أهم بكتير، الدوري اللي هي يعني هيدخلك أبطال أول حاجة. تاني حاجة هيرفع معنوياتك، مش تطلع بموسم صفري بعيد عنك بقاله سنتين الدوري، بقاله 3 سنين. فبسم الله نبدأ. أول حاجة سكواد سيراميكا تقيل بطريقة مش طبيعية، تقيل جدا. وانت يعني اللهم لا حسد، عندك لعيبة نصها كسر. وكابتن علي ماهر أحسن مدرب مصري دلوقتي، هو كابتن أحسن من حسام حسن عموما يعني. غير كده كمان علي ماهر أهلاوي، نص لعيبة سيراميكا من الأهلي، فهيقتلوا نفسهم علشان يخسروك. تمام. فانت يا كابتن معتمد، احنا عارفين ان انت، معلش ما تزعلش مني، دي مش شتيمة، بس انت جبان. بتخاف تهاجم، بتخاف تخاطر يعني انت كسبان واحد خلاص، مش هتكلم عن الماتش اللي فات. التحولات، انت بتلعب كويس جدا جدا بالتحولات. كابتن معتمد جمال بيعرف يعمل تحولات كويس جدا جدا، وعنده اللعيبة اللي تعرف تخليه يعمل تحولات جيدة جدا جدا جدا. تمام. فاحنا محتاجين ايه؟ تعادل. هتقول لي انا مش عايز العب على التعادل، ولا احنا عايزين نلعب على التعادل، بس احنا لو ركزنا على التحولات، انت يا عم سيب الكرة لسيراميكا. تمام. سيب الكرة ليها وخليك انت تحت الكرة، زي ما انت بتعمل لما بتكسب. يعني انت اصلا لو لقيت الماتشات اللي انت كسبتها كلها، هتلاقيك بتسيب الكرة للفريق التاني. تمام. وبتلعب على التحولات. فانت يا كابتن معتمد، اعذرني، ده رأيي والله العظيم، ده رأيي ممكن يبقى ملوش اي لازمة، وانا انا ما بفهمش حاجة. فاهم؟ ده رأيي، ده رأيي الشخصي، ممكن ما بقاش بفهم حاجة. فالتحولات، عندك شيكو بنزا، احسن لاعب في الزمالك في ماتش اتحاد العاصمة اللي هنا واللي هناك، الاتنين. شيكو بنزا جيد جدا في التحولات. عندك بنتايك اللي هيلعب الماتش، جيد جدا في التحولات. عندك فتوح، بالله عليك ما شافوش في التشكيلة، بالله عليك بالله عليك فتوح ما ينزلش، فتوح زي الزفت. عندك لعيبه كتيره. عندك محمد اسماعيل حلو في الطلوع بالكرة والكرات الطوليه في ظهر خط الدفاع. هتقول لي يا محمد طب ايه هي التشكيله اللي نلعب بيها في الماتش ده؟ هقول لك. بص يا كابتن معتمد، عواد في الجون، هو كده كده المهدي شكله اتصاب، فادي عواد، احنا عايزين عواد. مع انه كام كرة في مش هنقيم، خلاص مش هتكلم عن الماتش اللي فات. عواد في الجون. رباعي خط الدفاع محمد ابراهيم وبنتايج ومحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد. نص الملعب يبقى شحاتة، عبد الله، ادم كايد. هتقول لي ادم كايد، ادم كايد زي الزفت. هقول لك يا باشا، انت عندك مين؟ هتبدأ محمد السيد، ولا هتبدأ محمود جهاد، ولا هتبدأ انت ما عندكش لعيبة، ولا تبدأ بأحمد ربيع؟ قول لي بس، قول لي انت يا عم. اكتب لي كده في الكومنتات انت عايز مين اللي يبدأ. دي تشكيلة من رأيي الشخصي، ممكن ابقى غلط. كل واحد ليه رأي معين. في اليمين بزيرة، وفي الشمال شيكو بنزا، وراس الحربة عداد دباغ. عداد دباغ اقسم بالله احنا غلطنا ان احنا ما لعبناهوش راس حربة من اول الموسم. وبس يا كابتن، وتلعب على التحولات يا كابتن معتمد، علشان انت ما عندكش لعيبة مؤهلة ان هي تلعب باص وتطلع بوان تو. مش هنضحك على بعضنا، احنا ما عندناش لعيبة بتعمل وان تو من الاخر.
فخلينا ايه، خلي الطابق مستور كده وناخد الدوري السنة دي وربنا يسترها، وبعد كده ايه نبقى نبص اللي بعد كده. بس كده يبقى الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك لو انت مش مشترك. صلي على النبي، وحد ربنا. بص حواليك واحمد ربنا على كل حاجة ربنا رزقها لك. انت مجرد ان انت عندك أسرة وقاعد في بيت، فانت ده لوحده رزق. مجرد ان انت بتشوفني كده، ده رزق ان انت بتشوفني، وان انت معاك تليفون ومعاك نت، ده كله رزق. دي رفاهيات ربنا، مش رزق ربنا مش مديها لناس تانية. فانت تحمد ربنا. كون ان انت سامعني وشايفني، فتحمد ربنا على الحاجات دي وتقول الحمد لله رب العالمين. سلام.